من خلالك إلى كل الشعب الجزائري. مساء الخير زميلتي هدى، مساء الخير ليك ولكل مستمعين إذاعة الديوان، وكل سنة وتونس بألف خير إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا ليك. باش نسألك في البداية على الطقس. الجزائر سخونة الأيامات هذايا، فما ارتفاع في درجة الحرارة كما احنا في تونس، احنا الناس تعوم في البحر الأيامات هذايا. عندكم نفس الأجواء في الجزائر ولا باردة الجزائر؟ فعلا كحال الجزائري كحال بقية الدول شمال افريقيا، حرارة غير عادية مع نهاية السنة ومع بداية فصل الشتاء شهر ديسمبر. حرارة تفوق 30 درجة، نعيش أجواء صيفية، ممكن لأول مرة نعيش الجو هذايا منذ أكثر من 30 أو 40 سنة. إن شاء الله ربي يلطف، في انتظار إن شاء الله نزول الغيث عن قريب إن شاء الله. إن شاء الله ربي يرحمنا برحمته الواسعة. نحكيو على الحركية السياحية، على الحركية التجارية في الجزائر. عدد كبير من التوانسة، العائلات التونسية استغلت عطلة الشتاء للتوجه إلى الجزائر كوجهة للسياحة والتسوق. عندك أعداد وشنية الأجواء متاع التوانسة اللي موجودة الغادي؟ نعم، منذ بداية العطلة الشتوية هنا في الجزائر وتونس يعني توافد عدد كبير جدا من العائلات التونسية إلى الجزائر، وخصيصا لمدينة العلم المعروفة بسوق دبي وحركتها التجارية الكبيرة. أكثر من 800 عائلة تونسية متواجدة في أرض الوطن، وخصيصا في مدينة العلم. أكثر من 800 عائلة تونسية. نعم، وكل الفنادق محجوزة هنا، يعني حركة سياحية كبيرة وكأننا في تونس العاصمة أو في مدينة سوسة الساحلية. توافد كبير هنا خاصة مع الأسعار المعقولة والترحاب الكبير الذي وجدته العائلة التونسية باعتبارهم في بلدهم الثاني. أجواء كبيرة هنا وكأنها في فترة صيف يعني. معناتها فما حركية مزيانة برشا بالتوانسة اللي جاوا الغادي. يعني في العلمة فقط موجودين ولا موجودين حتى في بعض المدن الأخرى؟ نعم، يعني حركة سياحية كبيرة، ومشاو لبقية المدن منها عاصمة الولاية سقيف، مرحلات منظمة. نعم، أغلبية مراحل منظمة. مدينة عنابة القريبة من الحدود خاصة تزامنت مع العطلة الشتوية والأجواء الصيفية مع ارتفاع درجة الحرارة. الحق يعني أجواء سياحية بامتياز بتوافد أعداد كبيرة، وحسب أصحاب الوكالات السياحية ستشهد الأيام المقبلة بداية من 1 و 2 جانفي 2023 توافد أكثر، احتمال أنه يصل العدد الإجمالي لأكثر من 2000 تونسي هنا في الجزائر مع نهاية العطلة الشتوية. معناتها العدد قاعد يتزايد الأيامات هذيا، معناتها فما حجوزات جديدة من توانسة ماشيين للجزائر حسب نعم، الأرقام. بداية من رأس السنة، من بداية من 1 جانفي. توقعات بأنه باش يوصل أكثر من 2000 عائلة يكونوا غادي في الجزائر. نعم، لغاية نهاية العطلة الشتوية في يوم انتهت العطلة بعد. انتهت العطلة، هذا آخر أسبوع في العطلة في تونس. لأنه هنا في الجزائر ما زال حتى 8 جانفي هي عطلة شتوية. فلا احنا لا، العكس، احنا نهار الاثنين ترجع العودة المدرسية وتنتهي العطلة في تونس. لكن رغم هذا التوانسة ما زالوا معناتها مقبلين على الجزائر، وفما العدد مرشح للارتفاع. نعم، يعني حسب الوكالات السياحية اللي منظمة هذه الرحلات العدد سيكون أكثر بداية من الجمعة الجاية. إن شاء الله بالتوفيق، وتحية لشقائنا للجزائر. على كل انتم في تونس ولا احنا في الجزائر كيف خوا هكا ولا؟ أكيد، ويعني احنا في الجزائر نقولوا تونس بلدنا الثاني، وأنتم زادة مرحبا راكم في بلدكم الثاني. يعني يعيشك يفضلك إن شاء الله. إن شاء الله كل عامك مبروك، كل عام وأنت حي بخير. تحياتي ليك وإلى كل العائلة وإلى كل الشعب الجزائري يا حمزة. شكرا، وانتم زاده كل عام وانتم بخير ان شاء الله، وربي يجعله عام مبروك علينا وعليكم ان شاء الله يا ربي. شكرا لك. الى اللقاء. احنا نوصل معكم لقاءنا. مرحبا بكم.